السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفة النهاردة من الوصفات البسيطة جدا وكمان الكل بيعشقها. هنعمل كده مع بعض بيتزا المحلات بكل أسرارها، بعجينة طرية وقطنية. مقاديرنا مظبوطة وتطلع معاكي ناجحة من أول مرة إن شاء الله. الوصفة تعجبكم وجربوها. أهم حاجة ما تنسوش تدعموني بلايك وشير. ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض وصفتنا. في البداية كده في طاسة على النار نزلت بمعلقتين كبار من الزيت، عليهم معلقة من السمنة. هبدأ كده طبعا أعمل صلصة البيتزا. احنا عايزينها كده تكون باردة معانا، فاحنا هنجهزها الأول. نزلت كده ببصلة مفرومة ناعم، وعليها كمان فصين كبار من التوم المفرومين. هنبدأ كده نشوح الحاجة دي مع بعضها، مش هتاخد لون خالص، احنا بس هنتبلها كده. ونزلت كمان زودت كده معلقة كمان من الزيت. هنبدأ كده نقلبهم كويس جدا مع بعض، ومجهزة كمان جنبي عصير طماطم. أهم حاجة تكوني مصفياه. هنزل كده بعصير الطماطم واسيبها كده تتسبك مع بعض. ومعايا كمان بهارات توم بودر، بابريكا، فلفل اسود وملح وزعتر. المقادير هسيبها لكم كده مكتوبة في صندوق الوصف. هسيبها كده على النار تتسبك براحتها خالص. وكمان جبت كده بولة، ضفت لها كده نص كوباية من المية الدافية، عليها كده معلقة كبيرة من الخميرة، وكمان معلقتين من السكر. هبدأ كده اقلبهم كويس جدا مع بعض. هضيف لهم كده 3 معالق كبار من اللبن البودر، بيفرق جدا اللبن البودر طبعا في عجينة البيتزا. وهضيف كمان معلقة صغيرة كده من الزعتر، وكمان ربع معلقة من الثوم البودر، ونص معلقة من الملح. الزعتر بيدي طعم جميل جدا للعجينة، وكمان ريحة جميلة جدا. ضفت لهم كده 350 جرام من الدقيق المنخول. هنبدأ كده نقلب كويس جدا. مضفتش المية كلها طبعا. اهم حاجة في المعجنات بنعجنها كويس جدا، لازم بنخدم العجينة عشان تاخدي طبعا نتيجة كويسة جدا في الاخر. احتاجت مني مية، هبدأ كده ازودها واحدة واحدة. الدقيق بياخد معايا مية او ما بياخدش مية كتير، على حسب طبعا نوعية الدقيق بيحتاج مني مية. العجينة تكون كده لازقة معايا، يعني طرية وبتلزق، بس مش طرية للدرجة يعني. فانت هي ملزقة في ايديا اللي انا شغالة بيها، وضفت كده نزلت كده بايديا عليها، ايديا التانية ما لزقتش خالص. تلزيقة بتكون تلزيقتها بسيطة خالص. نزلت كده ب4 معالق كبار من الزيت. هلم كده بيهم العجينة. طريقة سهلة جدا بسيطة جدا، جربيها وان شاء الله تعجبكم. لميت كده العجينة، هسيبها كده ترتاح وتخمر معايا. بالنسبة للحشوة اي نوع متوفر عندك بتضيفيه. خمرت خلاص معايا، هجيب كده صينية. هبدأ كده ادهنها دهنة بسيطة خالص من الزيت. وتكوني كده مسخنة الفرن بتاعك على اعلى درجة حرارة عشان البيتزا ما تنشفش منك في الفرن. كمان هتاخد معاكي كده يعني 10 دقايق بالكتير، هتطلع معاكي جميلة جدا بإذن الله. هنزل كده بالعجينة في الصينية عشان الخمر بتاعها ما يضيعش معايا. هسيبها كده ترتاح لمدة 5 دقايق. هغطيها كده يعني 5 دقايق بالكتير. رجعت لها تاني وخلاص، هبدأ كده افردها بايديا، بتكون طرية جدا وجميلة جدا. هعمل لها حرف بسيط خالص علشان الحشوة. بيتزا اسعارها غالية جدا، جربي كده اعملها لولادك في البيت ان شاء الله. هي هتعجبهم خالص، وكمان نتيجتها روعة جدا في الاخر. مش هتاخد معاكي وقت، الوقت بتاعها بس اللي هتاخده معاكي وقت التخمير مش اكتر. ممكن كمان تحشيها لحوم
او تحشيها خضار، تحشيها ميكس جبن، المتوفر عندك ممكن بتحشيها بيه. بشوكة كده هنبدأ نخرم العجينة عشان ما تقبش معايا في الفرن. وكمان الصلصة كده بردت معايا، هنزل كده معلقتين كبار من الصلصة، وهنبدأ كده نوزع كويس جدا. معايا كده جبنة شيدر، هنزل كده بيها في البداية علشان مش عايزة انزل بيها على وش البيتزا عشان ما تصفرش معايا البيتزا. كمان معايا كده فلفل الوان، بتضيفيه اي نوع فلفل متوفر عندك ممكن بتضيفيه. معايا كمان فلفل حامي وده اختياري. بيتزا من الحاجات اللي ولادنا بتحبها جدا، جربيها كده واعملها لهم ان شاء الله تعجبهم جدا. هنزل كمان معايا كده طماطمايه متقطعه كده مكعبات، كمان زيتون اخضر، ممكن كمان تستغنى خالص عن الاخضر ده لو عندك كده اسمر، بيدي لون كمان جميل جدا للبيتزا. معايا كده سوسيس متقطع كده طرنشات رفيعه خالص، هنبدا كده ننزل بيه. هضيف كمان الجبنة كده الموزاريلا، اهم حاجة الجبنة تكون معاكي نوعيتها كويسة جدا عشان تديك المطة المطلوبة. الجبنة دي مش عجباني خالص بعد كده ما جربتها، فان شاء الله مش هجربها تاني خالص، هجيب نوعية افضل اكيد يعني. دي كده كمية مناسبة جدا لان البيتزا اهم حاجة فيها الجبنة طبعا. هضيف كمان قطعة كده من الزيتون، لو عندك زيتون اسمر بيدي لون جميل جدا للبيتزا كمان. دخلتها كده الفرن، قعدت معايا 10 دقايق بالظبط على نار اعلى، ده طبعا درجة حرارة في الفرن. طلعت معايا ما شاء الله لونها جميل جدا. كمان ممكن كده تدهني حروف البيتزا بمعلقتين كده من اللبن، بيدي لون جميل جدا للبيتزا كمان. سبتها كده بردت بسيط خالص وبدأت كده اقطعها، طلع معايا جميلة جدا، طعمها لذيذ جدا. الجبنة بس ما اخدتش كده معايا المطة المطلوبة. فانت طبعا النوعية اهم حاجة تكون كويسة، والجودة كمان تكون كويسة جدا. طعمها لذيذ، الريحة ما شاء الله، نتيجتها روعة جدا، مقاديرنا مظبوطة، ان شاء الله الوصفة تعجبكم وجربوها، وفي رعاية الله.